من أسوأ الحاجات اللي ممكن الطفل يمر بيها هي وقت انفصال والده ووالدته من بعض. للأسف العند بيخلينا نعمل حاجات احنا أصلا مش عايزين نعملها. انتي بتبقي بتعندي في جوزك وهو بيبقى بيعند في مراته بس. طب العيال اللي ما بينكم الصغيرة دي محدش بيبص لها. الناس من بره بتقول كلام زي الزفت، تروح لمحامي يسخنك أكتر. انت لو قعدت مع نفسك وفكرت شوية هتلاقي ان الدنيا مش مستاهلة لكل ده. عشان كده مكتبي هنا وانا بذات نفسي بشجع على عقد الاتفاق. انا عقد الاتفاق بالنسبة لي برحمك وبرحمك من حوالي 10 دعاوى ممكن يترفعوا عليك. بنكتب العقد، بنوضح بنوده وبنحفظ حقوق الطرفين وحقوق الأطفال. بيبقى الطلاق اسمه الطلاق اتفاقي بالرضا، بيبقى الطلاق محترم وشيك. الأطفال بعد كده يجي يفتكروا اللي أهلهم عملوه ده يقولوا لا أنا بابا وماما انفصلوا بطريقة شيك ولحد دلوقتي بنشوف بابا. دي حاجة مهمة جدا جدا وانتم مش متخيلين أطفالكم هتشكركم ازاي. انا ما اقدرش اجبرك انك تعيشي مع حد غصب عنك، ولا انا اقدر اجبرك انك تعيش مع واحده غصب عنك. بس اللي انا المفروض اشجعك عليه انك تصون اولادك وتحافظ عليهم.